بسم الله، السلام عليكم. النهارده ان شاء الله هنعمل اكله من الاكلات الشتويه المهمه جدا. هنعمل شوربه عدس بطريقه سهله، ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. اول حاجه المقادير: قطعتين طماطم وسط متقطعين، بطاطسايه كبيره متقطعه، بصله كبيره متقطعه، جزرتين وخمس فصوص توم. والبهارات: معلقه صغيره من ملح وفلفل وكمون، كوبايه عدس اصفر، ونص كوبايه شعريه، وسمنه. هنولع على الحله على نار متوسطه ونحط البطاطس والبصل والجزر والطماطم والثوم، ونحط بعدها كوباية العدس. بعد كده هنحط المية حوالي لتر ونص، هنزود شوية لو بنحبها سايلة أكتر، حوالي لترين إلا ربع. أهم حاجة المية تبقى مغطية السطح بالشكل ده. هنقلبهم، وعلى ما المحتويات تستوي هنروح نجهز الشعرية. هنولع على النار المتوسطة على حلة تانية، نحط معلقة سمنة كبيرة ونقلبها لحد ما تسيح. أول ما تسيح على طول هنحط الشعرية، نص كوباية شعرية زي ما اتفقنا، ونقلبها لحد ما اللون بتاعها يبقى ذهبي بالشكل ده. هنرجع للحلة الأولى اللي سبناها على النار حوالي 35 دقيقة. هنشوف كده جزراية نتأكد إنها استوت أهي. هنحاول نقطعها، اتقطعت معانا بسهولة. اتقطعت، يبقى كده استوت تمام. هنبتدي بقى نطحنها. عندنا اختيارين: يا اما بالبلندر اللي انا ماسكه، يا اما لو ما عنديش بلندر ممكن بالخلاط عادي، لكن لو هنعملها بالخلاط نستنى لحد ما تبرد. بعد كده نحطها بقى في الخلاط، لكن مع البلندر مش مشكلة، ممكن نطحنها وهي سخنة عادي. هنفضل نطحنها لحد ما نتأكد انها بقت سايلة تماما. زي ما احنا شايفين كده بقت سايلة تماما. يبقى كده هنحط الشعرية. هو الافضل اننا ننقل العدس على الشعرية، لكن عشان ده طبعا كل ده عشان السمنة اللي في الشعرية تبقى موجودة في الحلة النهائية، لكن عشان الحلة بتاعتي بتاعت الشعرية كانت صغيرة فمش هتكفي العدس، فمش مشكلة. يعني نقلت العكس. وبعد كده هنحط البهارات: الملح والفلفل والكمون، ونقلب كويس. ونسيب الحلة على النار لحد ما تغلي، بس خلي بالك انها مش هتقعد كتير. كده الحلة خلاص غلت بعد حوالي 5 دقايق. كده نبقى جهزنا طبق شوربة العدس. ممكن بقى نحمر جنبه عيش، ممكن معاه بصل. ده الشكل النهائي لطبق شوربة العدس بتاعنا، وألف هنا.